كل سنة وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم كده. النهاردة بقى هنسلق اللحمة ونعمل فتة. الأطفال كده مش بيحبوا اللحمة الضاني، فتعالوا أقول لكم كده طريقة تخلي الطعم بتاع اللحمة الضاني ما يبانش، يعرفوا ياكلوها من غير ما يعرفوا إنها لحمة ضاني. أول حاجة حطيت بصلة وحطيت معلقة زيت كبيرة، شوحت اللحمة بس بسيط كده، يعني خدت صدمة من الجنبين، وبعدين نزلت عليها بمية مغلية. أهم حاجة تكون المية مغلية. غطيتها بقى لحد ما تاخد غلوة، على ما المية تغلي أو على ما الشوربة تغلي. نبتدي نجهز الصلصة. هنا حطيت معلقة كبيرة توم مفروم وحتة فلفل أخضر حامي وعليه كزبرة وعليه معلقة سمنة. سمنة طبعا بلدي يفضل. لما ريحة التوم بس تطلع كده بننزل عليه بمعلقتين خل. نطفي بقى التوم بمعلقتين خل وبعدين ننزل بالصلصة. نحط بقى ملح وفلفل وشطة لو عايزة، بس انا اكتفيت بالفلفل الاخضر هو حامي. هنا كانت الشوربة غليت، بقى نشيل الريم. كل ما تطلع ريم نشيله علشان الشوربة تطلع لونها حلو وصافية كده. كنت مجهزة هنا بقى طماطماية وقرن فلفل وجزرتين وفصين توم، بيدوا طعم وريحة برضو للشوربة كده. حطيت بقى ايه هنا، فصين حبهان، فصين مستكة، ورق لوري، فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كاري. وبس كده، هي دي التتبيلة بتاعتنا. الملح بنخليه في الاخر بعد ما اللحمة تستوي خالص. نعمل بقى الصلصة الاسكندراني او الشكامبة يعني زي ما بيسموها. توم وفلفل اخضر، وحطيت عليه فلفل اسود وبرده معلقة سمنة ومعلقة زيت. هنا بقى التوم هنا بنحمره كويس، واول ما الثوم يتحمر بننزل عليه برضو معلقتين خل وبنشيله من على النار على طول. هنا بقى هنا بقى العيش. عملت ايه في العيش؟ قصيته بالمقص كده عشان يبقى كله تقريبا مقاس واحد، وبعدين حطيت عليه معلقتين زيت وملح وشطة وقلبتهم كده ورحت حطاهم في الفرن يتحمصوا. الطريقة دي احسن واخف كتير من ما احنا نقليه في الزيت. خلاص كده بقى الشوربه كانت استوت وحطيت الملح وتمام، وعملت رز. طبعا عملت كميه الرز بقى على حسب ما بتحبي، رزك اكتر العيش اكتر زي ما بتحبي. حطيت معلقتين صلصه كده على العيش عشان يديله طعم. سقيته بقى بالشوربه ونقلبه كده علشان العيش يطرى. بس نحط بقى الرز. الرز برضو عملته بسمنه بلدي، بالذات رز الفتة يعني لازم نعمله بسمنه بلدي. عملت بقى نص الطبق بالصلصة والنص التاني بالشكامبة، اللي هي الثوم والفلفل الأخضر والفلفل الأسود. أنا مكترة الفلفل شوية، طبعا الفلفل الأسود دي حاجة ترجعلك يعني، بتحبيه حامي تزودي، بتحبيه مش حامي بتقللي الفلفل الأسود. اللحمة هي مسلوقة، في ناس ما بتحبش تاكلها مسلوقة كده، بتحمرها بس بحتة سمنة أو بتدخلها الفرن زي ما انت عايزة. وفي اخر الفيديو عايزه اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني لحد ما وصلت لتفعيل القناه، بجد شكرا ليكم جدا جدا. كلامنجي وجروب كلامنجي احلى اخوات بجد، والف الف شكر ليكم على وقفتكم جنبي وعلى مساعدتكم ليا لحد ما وصلت للتفعيل. وفي الاخر يا رب تكون طريقه سهله وعجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.